الحمد لله الحمد لله، بقالي اسبوع منتظم في الصلاة. الف حمد وشكر ليك يا رب. عمري ما كنت اتخيل ان انا هوصل للمرحلة دي. هو بس اللي انا مستغربه ان مشاكلي ما اتحلتش ولا حاجه، بالعكس انا حاسس من ساعه ما التزمت بالصلاه وانا مشاكلي عماله تزيد، ومش عارف فين الراحه النفسيه اللي بيحكوا عليها دي بصراحه، لاني ما حسيتش باي حاجه غير اني مخنوق وقرفان زي ما كنت قبل ما التزم بالصلاه، ده ما كانش اكتر. يعني ايه الكلام ده؟ الصلاه ممكن ما يبقاش فيها حل لمشاكلي؟ طب وانا اعرف منين بقى ان الاسلام هو الصح؟ ما يمكن الديانات التانية هي الصح. انا اتولدت لقيت نفسي مسلم وما اعرفش عنهم حاجه خالص، وهم كمان اتولدوا لقوا نفسهم مش مسلمين. مش يمكن ما فيش حاجه اسمها صلاه اصلا؟ ده كان تفكيري بالظبط وانا في 5 ابتدائي تقريبا، وساعتها قررت اني لازم اسمع واشوف اي حاجه عن الديانات التانية يمكن الاقي عندهم الحل. وده اللي حصل فعلا. مسرحيه اتعملت واتشهرت جدا ساعتها، كانت بتهاجم الاسلام، ومش اي حد عاملها، لا دي من جهه بتمثل ديانه تانية بشكل رسمي. ففرحت جدا وقلت لازم اتفرج عليها، وكنت فاتح قلبي وعقلي تماما عشان افهم الاخطاء اللي عندنا في الاسلام من وجهه النظر التانية. المسرحيه بتحكي عن واحد قرر انه يسيب دينه ويدخل الاسلام، وبمجرد ما دخل المسجد لقى الشيخ عباره عن راجل عاملين له كرش كده مترين قدامه حواليه 4 ستات. وانا على قد ما كنت صغير بس كنت عارف ان عندنا في الدين بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه، وان شكل الراجل اللي هم مطلعينه ده ملوش اي علاقه بالاسلام عندنا، وان الجواز من 4 ليه حكمه منطقيه جدا وضوابط وشروط، مش زي ما هم مطلعين الراجل ده بتاع نسوان. فالمهم الولد بيسال الشيخ بيقول له انا عايز اتعلم القران، والشيخ قال له ايوه طبعا تعالى، وبدا يقرا عليه سوره العاديات بطريقه مهينه جدا وكوميديه جدا جدا. فالولد قال له بس انا ما فهمتش حاجه. قال له يا ولدي ألم تدرك البلاغة؟ ألم تسمع السجع؟ وبدأ يشرح له إننا بنقرأ القرآن عشان نستمتع بالنغم والألحان في القراءة، وإننا كمسلمين مش فاهمين فيه أي حاجة. كنت بتفرج على المسرحية دي وأنا في ابتدائي وعارف معنى كل كلمة في سورة العاديات، وكلمة الأستاذ اللي كان بيحفظني في المدرسة عمرها ما فرقت وداني لما كان بيقول لي إن أهم من الحفظ والقراءة الفهم والتطبيق، وقال لي أهم من صوتك يا ياسر أخلاقك ومعاملتك مع الناس. شكرا بجد لكل أساتذتي. مسرحية زي دي من جهة زي دي ما عرفتش تطلع غلطات تدخل دماغ عيل في ابتدائي، خلتني أقول يعني الحاجات اللي هم شايفينها غلط عندي مش موجودة أصلا، واحنا ما بنعملش كده في الإسلام. ده كان إثبات كافي بالنسبة لي ساعتها إن الإسلام ده ما فيهوش أخطاء. ساعتها المسرحية دي جابت معايا نتيجة عكسية بالشكل ده عشان مقدار بسيط جدا من المعلومات كان عندي عن الدين، وأكيد كل ما المعلومات دي تزيد إيماني هيبقى حقيقي وأقوى بكتير. بقيت أقول لنفسي هو إزاي أنا مسلم وما أعرفش إذا كان الإسلام ده صح ولا لأ؟ طب اللي ما يعرفش ده مش المفروض يسأل إزاي مسلم عايش ومش عارف؟ والله طب هيعرف إمتى؟ وإيه اللي شغله عن إنه يعرف؟ تخيل واحد اتولد لقى نفسه مسلم وعاش ومات وهو مش عارف هو مسلم ليه. معلش اصله ما كانش فاضي، وساب نفسه بقى اي كلمتين يودوه يجيبوه. سمع واحد قال لك ما يمكن ما فيش ربنا، قال لك جايز. واحد تاني قال له الاسلام ده دين قتل، قال له والله يمكن. اي حد بيقول اي حاجه عنده استعداد انه يسمعها ويفكر فيها، الا انه مستحيل يروح يتعلم الدين نفسه. سبحان الله، مستسلم تماما للشيطان وشلته عشان يلعبوا بيه. يصلي يومين وطبعا عشان الشيطان مسيطر عليه وعلى تفكيره، فيجمع عليه كل الافكار السلبيه والمشاكل اللي في الدنيا، فيقول لك اهو الصلاه ما عملتليش حاجه يعني. ونسي الايه اللي في القران اللي بتقول إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. تلاقيه يسمع كلام مسيء للدين بتاعه ويقتنع بيه، ولما يشوف حد بيتكلم في الدين الصح تلاقي اول حاجه بتيجي جواه ان الراجل ده منافق وما يرتاحلوش نفسيا. ونسي ان الشيطان عمال يحلل الغلط في عينيه ويوحش الصح في عينيه ويقفله منه. سمعت شيخ بيحكي عن واحده في بلد غير عربي سمعت عن الاسلام، فقررت انها تتعلم عنه وتقرا القران. بعد فتره دراسه للاسلام حبت الدين جدا وقررت انها تروح المسجد عشان تعلن اسلامها. نامت الليله دي حلمت بتعابين بتتلف حوالين جسمها وكوابيس خلتها تقرر انها ترجع عن فكره الاسلام. تاني يوم نامت من الخوف حضنت الكتاب بتاع ديانتها التانية، والمفاجأة انها نامت ليلة هادية جدا وجميلة جدا جدا، وبقت كل ما تقرر تروح المسجد تحلم بكوابيس، وكل ما ترجع عن فكرة الاسلام وتنام وهي حضنت الكتاب بتاعها تنام بمنتهى الهدوء. الحمد لله الست بتحكي القصة دي بعد ما اسلمت، وهي بتحكي قصة اسلامها وازاي الشيطان كان مستلمها. الشيطان بيحاول بكل الطرق والوسائل المتاحة ليه انه يقلب لك الحقيقة، وعلى قد ما الآية بتقول ان كيد الشيطان كان ضعيفة على قد ما احنا اضعف منه، وما عندناش حتى المقدار البسيط من الإيمان والعلم بالدين اللي يخلي ملوش سلطان علينا. إيمان بسيط هو اللي بيخلي الواحد فينا يكتئب والدنيا تسود في وشه لو ضيع فرض من فروض ربنا حتى لو الدنيا كلها تحت رجله. وجهل بسيط برضه هو اللي بيخلي الواحد فينا مفرفش ومبسوط بمكاسب الدنيا وهو مضيع حق ربنا. لما كبرت قررت ان اشوف تاني حاجة زي المسرحية اللي شفتها وانا صغير، من باب ان اشوف يعني اللي بيهاجموا الإسلام دول وصلوا لحاجة ولا لسه. المرة دي كانت مناظرة مش مسرحية بين شيخ وواحد تاني مؤلف كتاب اسمه القرآن الكريم في ضوء العلم الحديث او حاجة زي كده، اللي
اللي الف الكتاب كان راجل مشهور جدا وليه متابعين بالملايين، وكتابه عمل ضجه عملاقه. الراجل عشان يطلع اخطاء في القران قعد سنين بيدرس اللغه العربيه دراسه العرب نفسهم ما بيعملوهاش. عشان يفسر ايات القران قعد يبحث في معاجم قديمه جدا وبذل مجهود خرافي. وبعد كده بدا دراسه تانية للتاريخ اخذت منه سنين تانية عشان يعرف العلوم اللي كانت منتشره ايام سيدنا محمد وصلت لحد فين بالظبط، عشان يقدر يثبت ان سيدنا محمد كان ناقل منها القران وان القران مش من عند ربنا. في الكتاب بتاعه كان جايب اسماء المدارس العلميه اللي موجوده على مستوى العالم في عهد سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. الف كتاب عملاق جدا عمل ضجه مش طبيعيه عشان يفسر القران في الاخر على مزاجه هو. ومش ده اللي لفت نظري خالص، لان كل حاجه قالها الشيخ رد عليها في كلمتين ثلاثه بمنتهى البساطه، لانها مشروحه عندنا في كتب التفسير 7000 مره قبل كده. اللي لفت نظري بجد لما الشيخ ده بدوره سال الراجل عن اكتر من 20 نقطه في الكتاب اللي هو مؤمن بيه ومعتنق الدين بتاعه، وكان رد الراجل بمنتهى البساطه انه ما يعرفش الاجابه. والله قال له كده اسئلتك دي ما عنديش ليها اجابه. انت متخيل؟ شيطان وصله انه قضى حياته كلها بيدور على عيوب في الاسلام وما قضاش ربع الوقت ده في معرفه دينه اللي هو مؤمن بيه اصلا. شيطان استغل رغبته في الكفر، وكل اللي عمله انه قدر يوجهه يعمل ايه عشان يشبع الرغبه دي. وده اللي خلاني احس ان عيب والله هسيب دماغي الواحد بيستغل جهلي بالدين ورغبتي في الدنيا عشان ياخدني معاه في التوهان بتاعه مش اكتر، وخصوصا اذا كان الحد ده شيطان عايز يقنعني ان الحل مش في الصلاه.